المتباينة مولودية طهران من أجل الاقتراب أكثر من فرق المقدمة وسارغ لزان الباحث عن نقاط تبعده عن المراتب الأخيرة. اللقاء سار في اتجاه واحد، ومنذ الدقيقة الأولى العربي كمال من جانب المولودية ينذر الحارس زيدي من كرة ثابتة. السريع الذي كان بطيئا في تحركاته وضرب حصار خانق على الخطير مانوتشو تحمل عبء المقابلة، وموسي هنا بحركة فنية على الطائر. اللاعب نفسه وبلمسة فنية أخرى أمام الحارس زيدي المتألق يصد هدفا مؤكدا. توالت هجمات رجال بوعلي أمام تحكم أصحاب الأرض، ولكن من دون جمهور هذه المرة، كهذه التي أهدرها العربي كمال في الأولى وموسي في الثانية. حكم اللقاء بوكواسا كان محل احتجاج في هذه اللقطة من قبل عناصر المولودية بعدما لمست الكرة أحد عناصر السريع، والحكم يأمر بمواصلة اللعب. نصف المباراة الثاني سار على سابقه، فريق يسيطر وآخر يسير. عقبي حسان وكرته لم تجد من يضع الكرة في الشباك. يعود عقبي ليهدد دفاع الزوار، ولكن من دون تجسيد مرة أخرى. الضغط استمر بعد زج المدرب بوعلي بمهاجم صريح ثاني، إنه الشاب بن شعة الذي أهدر فرصة حقيقية للتهديف. لتأتي الدقيقة 65 بالجديد بعد عرقلة زيدان لعقبي حسان. يتولى التنفيذ بن يحيى مسجلا هدف السبق للمولودية. رد فعل أشبال حنكوش كان عبر هذه المحاولة، وأخرى من بوردين قبل أن يتكفل المدافع فارس بن عبد الرحمن بتعديل الكفة من كرة ثابتة دقيقة واحدة قبل نهاية الوقت الرسمي. تعادل هو التاسع للمولودية بطعم الهزيمة، في حين يعود السريع بنقطة ثمينة إلى الديار.